والله إنني لأعجب من شاب قد قصصت قصته من قبل، ولكنني أحتاج الآن أن أذكر بها مرة بعد مرة. إنه شاب أمريكي من أصل أسباني، دخل على إخواننا يوما في المركز الإسلامي في مدينة أو في ولاية نيويورك، وقال لهم في أول كلمة يتلفظ بها: أريد أن أكون محمديا. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فأمروه بالاغتسال فاغتسل ونطق الشهادتين، وعلموه الصلاة فصلى. صلى في اليوم الأول مع إخوانه، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث احتقر كثير من الإخوة أنفسهم إلى جوار بكائه وخشوعه في الصلاة، وهو الذي لم يدخل في الإسلام إلا منذ يومين اثنين فقط. فاقترب منه أحد إخواننا المصريين وقال: يا أخي دلني على حكايتك وقصتك، من أنت؟ فقال بأنه كان نصرانيا وكان يبحث عن الحقيقة منذ زمن، سمع عن الإسلام وهو يقرأ عنه، ثم قال: وفي الليلة التي دخلت عليكم فيها دعوت الله أن يهدي قلبي إلى الحق. فدخل على إخواننا في نيويورك، تلك الولاية التي كان يعيش فيها، فعلموه الإسلام فأسلم والصلاة فصلى. لكن انظروا، يقسم الإخوة لي بالله أنهم في صلاة العشاء أذن المؤذن، أو في صلاة المغرب على ما أذكر أذن المؤذن، وكان معه في المسجد، ودخلت الصلاة وسجدت الركعة الأولى وهو يبكي من سماع القرآن. يقول: فقام الإمام وأنهينا الصلاة، ولا زال هذا الأخ الكريم ساجدا بين يدي الله جل وعلا. فلما أنهينا الصلاة ذهبنا لنحركه: ما الذي جرى؟ فوجدنا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. يا لها من خاتمة كريمة طيبة، إنها الخاتمة السعيدة، سيبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله جل وعلا. وهذا مؤذن ظل يؤذن لله 40 سنة، وقبل موته مرض مرضا شديدا أقعده في الفراش، وفي يوم من الأيام بكى وتذكر أنه حرم من الأذان في المسجد، وتضرع إلى الله وقال: يا رب، أذنت 40 سنة وأنت تعلم لا أبتغي الأجر إلا منك وحدك لا شريك لك، وأحرم من هذه النعمة قبل أن ألقاك، اللهم عافني حتى لا أحرم من نعمة الأذان. وصدق الله فصدقه الله عز وجل. فلما سمع الأذان خارج المسجد ونهض وأراد أن يقوم للمسجد، فقال له المرض: كلا، محكوم عليك بعدم الخروج. فبكى وقال لأولاده: وطئوني، فوطئوه، فوقف على السرير الذي هو نائم عليه، واتجه إلى القبلة ورفع الأذان كاملا حتى وصل إلى آخر كلمات الأذان: الله أكبر، الله أكبر، لا. وسقط على سريره فهرول إليه أولاده فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله. إنها الخواتيم السعيدة الطيبة، إنها الخواتيم السعيدة الطيبة. وفي القصيم في السعودية 3 من الشباب يصطادون الفتيات المسكينات، فاصطادوا 3 فتيات أو 3 فتيات وانطلقوا بهن بعيدا بعيدا عن أعين الناس. وقد انشغل هؤلاء وتناسى هؤلاء أن الله لا يغفل ولا ينام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وفي وسط المزارع قال أحد الشباب: نسينا الخمر، فليذهب أحدنا ليأتينا بالخمر لنقضي ليلة حمراء ممتعة. وانطلق أحدهم بسيارته بسرعة جنونية مذهلة، يريد أن يرجع بسرعة إلى المعصية، إلى لذة سيحصد ثمارها المرة بعد حين. وانقلبت به سيارته واحترقت، ولم يتمكن من الفرار ومن الخروج. ولما تغيبه إخوانه وتأخر عليهم قال أحد الشابين: لماذا تأخر؟ أنا سأنطلق إليه لأطمئن ما الذي جرى. فانطلق فوجد سيارة تشتعل فيها النيران على جانب الطريق، فنزل: إنها سيارة صديقه، إنها سيارة زميله. وتمكن أن يصل إليه والنار تشتعل فيه، وهو يقول، استمع إليه وهو يقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ فقال له زميله: من هذا؟ من هذا الذي تكلمه؟ فالتفت إليه وهو يبكي ويقول: ماذا أقول لربي؟ ماذا أقول لربي؟ ماذا أقول لربي؟ فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلم
المسلمة ماذا سنقول لربنا جل وعلا إذا ما وقفنا بين يديه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.